السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله الجلاش باللحمه المفرومه بطريقه تعجبك ان شاء الله. يبقى عامل زي الفطير بالظبط، ابو لحمه مفرومه. بس نمشي على الخطوات ان شاء الله مع بعض باذن الله. عندنا لفه جلاش وبصلتين مقطعين مكعبات صغيره، واللحمه المفرومه، وبحب احط له فلفل رومي مكعبات، بيخليه طعمه حلو قوي بصراحه. بس يا حبيبتي متنسيش تعملي لايك وتعملي سبسكرايب لو اول مره تشوفي القناه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنروح نعمل دلوقتي اول حاجه العصاج مع بعض. انا حاطه دلوقتي طاسه على النار فيها معلقتين زيت سخنتهم، وهنزل بالبصل مكعبات. هقلبهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي، وهرم لكم عشان ما اطولش عليكم. دلوقتي البصل اهو خد اللون الذهبي اهو، بدايه البني. هنزل بقى باللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بننزلها بنفككها كده على طول. هحطلها بس رشه فلفل اسمر، ومنحطش اي توابل تانية ولا ملح ولا حاجه دلوقتي ما تكلكعش معانا. هنبتدي نفككها كده مع بعض. لو سبتيها ما حركتهاش كده وفككتيها هتلاقيها عملت كتل كده وحتت معاكي ومبقتش حلوه. بتبقى مفروله كده وحلوه، وتعرفي تظبطيها ما بين طبقه الجلاش. اهي شايفين انا بدوس عليها ازاي. هي كده اتفككت خالص اهي، ولونها اتغير، دخلت في السوا خلاص. دلوقتي بقدر احط التوابل او الملح براحتي خالص. هحط رشه فلفل اسمر وقرفه، تبقى حلوه قوي القرفه مع اللحمه بصراحه. معلش المعلقه طارت. رشه كركم ورشه كاري، دي بديل البهارات اللي هي الكامله. كمون، جنزبيل لو عندنا برضو رشه بسيطه، والملح معلقه ملح صغيره. هشوح بقى التوابل مع اللحمه. شوحتها بقى خلاص كده. انا بحب احط لها معلقه صغيره خل، عشان لو اللحمه المفرومه فيها بكتيريا ولا حاجه، عشان احنا مش بنعرف نغسلها زي اللحمه التانية. بتديها برضو في نفس الوقت ريحه حلوه قوي. دلوقتي خلاص هنزل بالفلفل بقى المكعبات. وبرضو بحب احط رشه سكر للحمه المفرومه، بتديها لون حلو قوي بصراحه. التكات البسيطه دي بتفرق برضو. له معلقتين ميه بس، حاجه بسيطه خالص. بس كده وطي عليه 5 دقايق بالظبط، وطي عليه خلاص. وبكده العصاج بتاع الجلاش جاهز. دلوقتي بقى نبتدي مع بعض. دلوقتي رص الجلاش في الصينيه. احنا جهزنا خلاص العصاج، انا وريتهولكم. دي لفه جلاش، اي صينيه عندكم سواء مربعه او مدوره براحتكم.
هندهنها من تحت بالسمنة ومن على الحروف برضو. دي لفة جلاش. لازم اول ورقة، مش مهم اللي من جوه يبقى عادي متقطع، بس لازم اول ورقة او اول ورقتين يبقوا سلام. مش هو لازق بس شوية. كل ورقة هفردها. انا حاطه هنا دي سمنة سايحة، معلقتين زيت عليها ما يبقاش تقيل قوي برضو. عايزين سمنة بس براحتكم، ممكن زبدة برضو. كل ورقة بحطها مسحة سمنة كده بسيطة. انا حطيت كده الحتة دي فاضية، هعكس بقى الورقة التانية، مش هحطها نفس الشكل التاني اهي. عشان متبقاش في حتة مفيهاش ورق. هدهنها برضو دهنة بسيطة. ادي تالت ورقة اهي. كل ما بتعملي الجلاش من بدري قبل ما تسويه بيبقى احسن بكتير. ما ينفعش نحط عليه الخلطة وندخله على طول الفرن، مش بيدينا بصراحة نتيجة حلوة يعني. بنحس ان البيض فصل منه كده، بقى مستوي من فوق، ما بيبقاش حلو. دي اهي متقطعة عادي، مش مهم في النص عادي، لكن لازم هي اول ورقتين من تحت واول ورقتين من فوق. انا دلوقتي عملت اللي هي الطبقات اللي تحت، وتقريبا اللفة بتبقى 12 ورقة، فطبعا بنعمل نصهم من تحت، يعني 6 من تحت و6 من فوق. كده انا عملت النص خلاص. هحط بقى العصاج في النص وافرده كويس. بص شكله جميل ازاي. لو عايزه تحطي جبنه مبشوره برضو في النص معاه ماشي، بتدي برضو طعم حلو. الاكل طبعا اذواق. لازم افردها في كله كده اهي. كده فردتها في كل الاماكن. ابتدي بقى احط الطبقات التانية. بس قبل ما نحط بس الطبقات ديت اللي هما الشويه اللي من بره دول، عشان انا عاملاها في صينيه مدوره، هنقفل بس كده على الحشوه اهي. هديلهم دهنة زيت برضو او سمنه بسيطه. هحط اول طبقه بقى من فوق تاني. دهنه برضو خفيفه كده.
حطيت تاني طبقة دلوقتي، هنضغط بس ضغطة خفيفة كده عشان تبقى الحشوة ماسكة في الجلاش، عشان ساعات ما بنعمل جلاش كده بنحس ان الجزء اللي تحت فاصل عن الجزء اللي فوق. بالضغطة البسيطة ديت بنخليهم كل الطبقات تتماسك مع بعض. بس كده ندهنها برضو دهنة بسيطة. وهكذا برضو هنكمل بقية الطبقات. حاجة بسيطة خالص اهي، يا دوب بس تمسكهم في بعض وعشان يبقى الجلاش مورق. دي اخر طبقة اهي خلاص، لازم تبقى سليمة ونسويها. هسوي بقى الحروف ديت. عندك خيار، يا اما تدخليها من تحت كده، يا اما تسويها. بس انا مش برميها برضو، انا بعمل بيها معالق حلويات يعني. يا اما بشيلها في الفريزر في كيس، ولما باجي اعمل جلاش مرة تانية بحطه في النص مع العصاب كده ما بيبانش. اهم حاجة لو هتعملي بيه حاجة من الحلويات ما يبقاش بس جه عليه حاجة من العصاج. هنقطعه بقى مع بعض، لازم نقطعه قبل ما يدخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه البنات الصغيره بقى تتشجع كده وتعمل وتقولي في التعليقات طلعت معاها ايه النتيجه ان شاء الله. دلوقتي مش هحط اي حاجه بقى عليه الا لما السمنه ديت اللي احنا حاطينها من فوق تجمد شويه، تمسك شويه ما تبقاش سايحه كده. اوريها لكم برضو. دلوقتي خلاص هو جمد. ده نحط بقى اللبن والبيض عليه. الطاسه اللي كنا مسيحين فيها السمنه لو فيها نكمل عليها، مينفعش نحط بعد كده معلقه سمنه. دي كوبايه لبن دافي، ودول بيضتين. نحط بس رشه ملح بسيطه ورشه فلفل اسمر، ونحط معلقه سمنه اهي، حاجه بسيطه برضو. لو كان في فايض في الطاسه اللي انت كنت بتدهني منها خلاص. نقلبهم مع بعض بقى دلوقتي. لازم الجلاش يقعد في الخلطه دي، حاجه حلوه قوي يعني، اكننا زي محمر مثلا عجينه ولا حاجه. انا ساعات بتكون مثلا عندي ضيوف ولا حاجه بعمله من بالليل، ما تخافوش ما بيبوش والله العظيم بيبقى جميل. بحطه في التلاجة بغطيه بشنطه، وتاني يوم يا دوبك ادخله على السوا. ما بياخدش يا دوبك هي تلت ساعه، ربع ساعه من تحت و5 دقايق في الشوايه. خلاص كده البيض كله داب مع اللبن مع معلقه السمنه. هحطه بقى عليه. هحاول الحروف ديت اهي شايفينها بغرقها
الصوص اللي احنا حطيناه ده هو هيشربه، ما تقلقوش برضو. ما ينفعش احط كده وادخل الفرن على طول. هتلاقي كل البيض اللي احنا مقلبينه في اللبن ده استوى، عمل حتت بيض من فوق، وبصراحة مش بيبقى ولا شكل ولا طعم يعني بصراحة. اعمليه اول حاجة خالص وحطيه في التلاجة، وكملي بقية اكلك لو هتعملي حاجة جنبه تاني. طلعيه بالظبط على السوا، على السوا بس. اهو ابتدى يشربه برضه اهو اهي. انا دلوقتي هغطيه بشنطة او باي غطا وهدخله التلاجة وهطلعه على السوا، يعني مثلا بعد ساعتين كده ولا حاجة، واوريهولكوا برضه هنلاقيه شرب كل اللبن والبيض دوت. بصوا يا حبايبي، انا كده طلعته من التلاجة، شرب كل اللبن والبيض اللي احنا حطيناه عليه. ودلوقتي انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200 اعلى من الوسط شويه، وهدخله على الشبكه، مش في النص يعني، اللي تحت شويه يعني فوق. اوريها لكم برضو دلوقتي عشان تعرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اول درجه من تحت. هسيبه براحته، مش هفتح عليه قبل ربع ساعه عشان ينفخ براحته ويورق، وهوريه لكم برضو ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، نفخ اهو ازاي، ورق كده من جوه اهو خلاص، وابتدى يحمر من تحت. هطفي بقى من تحت وهعيد الشوايه. انا طلعته اهو يا حبايبي، كده خد وش اهو، بس ما شاء الله عامل زي الفطير ازاي، جميل ما شاء الله. تعجبكم قوي باذن الله الطريقه، يا ريت تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. هقطع لكم برده قطعه دلوقتي عشان اوريكم شكله من جوه. انا قطعت قطعه اهي يا حبايبي اهي، ما شاء الله من فوق مقرمش ومن جوه طري اهو، جميل ما شاء الله. يعجبكم قوي. قلنا كل التكات اللي فيه ان احنا لازم ما ينفعش نحط الخليط اللبن والبيض وندخله على طول الفرن، لازم نسيبه شويه لحد ما يتشرب اللبن والبيض ده، نسيبه في التلاجة براحته، وبعدين نيجي عند السوا نطلعه بعديها، نكون حاطينه في التلاجة نطلعه ندخله بقى على فرن سخن، وبعد ما بياخد لون من تحت بنطفي وبنقيد الشوايه من فوق. يا رب تكون طريقتي عجبتكم وتجربوها وتعجبكم ان شاء الله، والف هنا وصحه على قلوبكم يا رب. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي اعملي لايك واعملي سبسكرايب لو اول مره تشوفي قناتي، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ومتشكره على متابعتكم، وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.